بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. يروى أن رجلا سأل امرأته: أتبغضينني؟ فقالت: نعم. فقال لها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما حملك على ما قلت؟ ليه قلت كده؟ فقالت: استحلفني فكرهت أن أكذب. فقال سيدنا عمر: بلى، فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأنساب والإسلام. موقف آخر وحديث آخر عن أم كلثوم بنت عقبة، قالت رضي الله عنها وأرضاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لم أسمعه يرخص في شيء فيما يقولون أنه كذب إلا في ثلاث: الخدعة للحرب، والخدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. يعني حدد للزوجين وللطرفين مواقف ممكن يكذبوا فيها على بعض، ولكن من أجل إصلاح البيوت ودرء المفاسد والتفادي المشاكل اللي ممكن تحصل لو اتقال فيها الصراحة. يعني الكذب هنا بيكون لمصلحة مش لضرر، ولكن مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة إلا من رحم ربي طبعا من الأزواج والزوجات، أصبح الكذب على بعضهم البعض أصبح كعادة. الزوجة تقول: أنا مش عايزة مشاكل، هو بيقف على الواحدة وهيعمل لي مشكلة كبيرة جدا وبيدقق في كل التفاصيل، فبالتالي تكذب كل يوم كل يوم، ممكن على الصغيرة والكبيرة. كمان الزوج ممكن يقول: لا، أنا زوجتي كثيرة الأسئلة، رحت فين جيت منين، وكثيرة الشك، فبالتالي حتى لو أنا قايل لها الصدق ما بتصدقنيش، فبالتالي يبدأ يعمل قصص أو يألف قصص بغرض إنه يعني برضو بنفس الهدف، إنه يريح دماغه من كتر الأسئلة والمشاكل. وأصبح الكذب على لسان الطرفين الزوج والزوجة سهل جدا جدا. طيب، هل في مواقف محددة ومعينة يكذبوا فيها على بعض؟ ولو في، إيه هي المواقف دي؟ وهل الست بطبعها أو الزوجة بطبعها زي ما كتير بيوصفها إن هي ضابط مخابرات، يعني على قدر كبير من الكفاءة، وبتقدر تكتشف أي كذبة بنسبة كبيرة جدا بيكذبها الزوج؟ هل هي اللي بتقدر تكتشف على طول، ولا الزوج كمان بيقدر يكتشف كذبها؟ وفي حالة اكتشاف الكذب في مواقف كبيرة، يا ترى التصرف الصحيح بيكون إيه؟ إن شاء الله حلقتنا النهاردة من قوارير هنتكلم فيها عن الكذب بين الزوجين مع ضيفتنا الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. السلام عليكم أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا أستاذة ندى، حياك الله في أهلا برنامجك وسهلا. المتميز قوارير. وموضوع اليوم ومحاور جدا عميقة، يعني صراحة إن آه شاء الله نسأل الله عز وجل أن موضوع يلهمنا مهم. الصواب ونغطي الموضوع بشكل لطيف. يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بداية استاذة خديجة، خلينا نتكلم عن اشكال الكذب بين الزوجين. هل الاول في اشكال ومواقف معينة ممكن يكون متاح فيها الكذب بين الزوجين؟ ولو في، ايه هي المواقف دي؟ طيب، احنا في البداية لازم نعرف ايش هو الكذب. الكذب هو في الحقيقة بمعنى بسيط جدا. فاليوم لما نيجي نتكلم عن الكذب انه هو معناه خلاف الحقيقة، معناها لازم اعرف اليوم انه في اشكال كثيرة للكذب. بعضنا بيسميه هو الكذب الابيض، وبعضنا بيسميه هو الكذبة الصغيرة، يعني التي لا تؤثر ولا تضيف شيئا ولا تصنع فرقا، يعني لكن لمداراة ومجاراة الامور. والنوع الثاني اللي هو الكذبة الكبيرة، يعني اللي هي الواضحة تماما. طبعا أكثر الكذب يمكن اللي احنا نبغى نتكلم عنه هو الكذب الأبيض أو الكذب الصغير أو الكذب المخفي أو أي مسمى، بس مش الكذب الكبير الواضح اللي لا يختلف اثنين إنه هذا الكلام أو هذا الشيء هو كذب محض. مم. فلما نيجي نتكلم عن المسميات، هي
طريقة التسمية أو التصنيف هذا هو اللي أضاف بعد جديد لممارسة هذا السلوك أو إتاحته أو تساهل الناس في التعامل معه، ولا هو كذب. ما في شيء اسمه كذبة بيضة وكذبة سوداء ولا كذبة صغيرة وكذبة، الكذب كذب. طالما أنه أعطينا اللفظ هذا أنه كذب معناه هو خلاف الحقيقة. يبقى أنه أنا أعرف هل بالفعل يمكن أني أنا أكذب في الحياة الزوجية أو في العلاقات الاجتماعية أو في الحياة كلها. هل مباح لي ممارسة الكذب؟ أو شيء الكذب حرام يعني في الإسلام. هو من الخلق الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه حتى وصف المنافقين بالكذابين والكفار بالكذابين. فليش؟ لأنه مع الإيمان يتنافى وجود اللي هو صفة الكذب أو ممارسة الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يسرق المؤمن جبان، المؤمن يكذب، نعم جبان. المؤمن يكذب، المؤمن لا يكذب، لأنه الإيمان هو التصديق الجازم. فإذا لا يمكن أن يكون مع الإيمان يأتي معه موضوع زي أو سلوك زي الكذب. فمن هنا هو احنا دائما لما اللفظ يتغير أو المعنى أو مفهوم أو تعطي اسم جديد لشيء منهي عنه، من هنا يأتي تساهل الناس وإطلاق التبريرات أثناء ممارستهم لهذا السلوك. ومع الأسف الشديد صار أسلوب حياة الناس الآن، ليس في الزواج فقط، أسلوب حياتهم يغلب عليه الكذب وليس الصدق مع الأسف الشديد. بالضبط. طيب لو هننتقل بقى للأشكال أو المواقف اللي ممكن بتكون الزوجة اعتادت فيها على الكذب على زوجها، والزوج كمان اعتاد يكذب فيها على زوجته. مثلا بعض الزوجات يعني بتاخد من فلوس الزوج من مصروف البيت كتير وتعين من وراه، أو تشتري ذهب ليها، أو ممكن تكون بتساعد أهلها ولما يسأل على الفلوس تقول صرفناها في البيت. كذلك الزوج، انت خرجت فين؟ انا كنت مع اصحابي وهو ما كانش مع اصحابه، كان مثلا في مشوار تاني. فخلينا نتكلم عن المواقف اللي اصبحت مشهورة في كذب الطرفين على بعض، وايه المواقف اللي حضرتك ممكن تقولي هنا ممكن نكذب مفيش مشكلة. طيب هو احنا عشان نقول في هذا الموقف ممكن الواحد يكذب ما في مشكلة، لازم نعرف أول شيء ليش أصلا الزوج أو الزوجة يمارسوا الكذب على بعضهم البعض. بعض الرجال والنساء يأتوا من بيئات الكذب بالنسبة لهم زي الصدق بالضبط، أو زي شرب الموية، يعني ممارسة الكذب أسلوب حياة. فينشأوا إنه هو ده عادي، ده العادي تبعهم. بل بالعكس هم يشوفوا إنه الإنسان الصادق ده إنسان ما عنده عقل وليس ذكي. فهنا طبعا فينشأوا على ذلك فيمارسوا في حياته، وينشأوا ناشئوا الفتيان منا على ما كان عوده أبواه. فالبيئة اللي يأتي منها الإنسان هي اللي تغلب عليه. بعض الأحيان هناك مفهوم آخر كمان في للكذب، زي ما احنا قلنا نسميه الكذب الأبيض في تساهل. بعض الأحيان الرجال والنساء يعتبروه ذكاء وفهلوة، يعني أنا أقدر أكذب على زوجي، ولا المرأة الرجل يكذب على زوجته تعتبروه إنه شطارة ممتاز يعني في إظهار قدراته ومهاراته وتحديات، فيكذب بهذا الجانب. يعني هم بيعتبروها مهارة يا أستاذة خديجة، مهارة بينهم بين بعض. يعني ممكن بعض الرجال اللي بيتكلم مع مثلا صاحبه وشايف إنه هو صادق وبيقول لزوجته أنا فين، أنا رحت فين، أنا جاي إمتى، يقول له إيه اللي أنت بتعمله ده، ويبدأ يظهر له المهارة اللي عنده في الكذب، وإن زوجته لا يمكن تقدر تكتشفه، ويبدأ يخليه هو كمان ينظر لحاجة زي كده. طب أنا ما بكذبش ليه زيه واريح دماغي؟ صح. هو ليش يعني يبغى يتعب نفسه ويكون صادق؟ يعني ما الصدق له عواقب، يعني أحسن من عواقب الكذب. فمن هنا تأتي الأشياء يعني في ممارسات. بعدين في سبب كمان إنه الرجل والمرأة جهلهم بحدود العلاقات تبعهم أو الحقوق والواجبات اللي على كل واحد يؤدي ذلك أن تتداخل الأدوار وتتداخل الحدود والحقوق وهو إلى آخره. فما يعرفوا فين المساحة تبعي المسموح بها وأن أنا أمارس حقي، فما أضطرني أن أكذب. فهذا الجهل كمان مشكلة. كمان خوف الطرفين من بعضهم البعض. إذا عرفت إذا فأنا ليش أزعج نفسي، ليش أجيب نفسي مشكلة؟ خلاص يعني ما أكذب وكان الله بالسر عليمة. فيتساهل. طبعا كل كذبة هي تحتاج إلى كذبة تغطيها. بالظبط. ما هي هتخش في دوامة الكذب بقى، كذبة بتجيب كذبة بتجيب كذبة. خلاص هو هذا. فيلاقي الإنسان تلقائيا بيكذب. طب وبكرة طبعا كل كاذب ما بينسى أساس الأكاذيب تبعه حقت اليوم، فبيبدأ أكاذيب جديدة وهكذا حتى يتشرب سلوك الكذب. طيب
في الحالات العادية أو في حالات الزواج أو في العلاقات الاجتماعية، هل إحنا نقدر نمارس الكذب مثلا؟ هو السؤال المهم، أنا ليش أبغى أساسا أمارس الكذب؟ أول شيء لازم أعرف حرام. فبالتالي هل طيب زي ما الناس الآن بتاخذ مثلا إنه اكذبي عليه وتجملي بالكلام ومش عارف إيش وإلى آخره، هل هو يدخل ضمن هذا الكلام؟ لا. في شيء اسمه في اللغة العربية اسمه المعاريض. المعاريض هو إنه أنت تقولي كلام تقصدي به معنى بعيد ومعنى قريب، معنى يفهم اللي قدامك ومعنى أنت تفهمي. طيب أنا متى أستخدم هذه المعاريض؟ أستخدمها في الزواج مثلا، أو في العلاقات الاجتماعية، أو في علاقة الاثنين مع بعض رجل وامرأة أو إلى آخره، من أجل المحافظة على بنية هذه العلاقة الاجتماعية. كيف طيب؟ معناها أن المرأة اليوم تقدر تستخدم هذه المعاريض، تتكلم بكلام الرجل يفهمه معنى وهي تفهمه شيء آخر. طيب أو تكون هي يعني ليها قصد آخر. أيوة، قصد آخر. فهي ليش تستخدم طيب كل هذا؟ حتى تحافظ على علاقتهم، وليس حتى تمارس الكذب حقائق على زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها، فبدي مش مقرر هذا كله. لكن هي مثلا تعرف زوجها أخلاقه صعبة في هذا الموضوع وإلى آخره، ومن المباح ومن حقها، لكن تتصادم معاه. ليش؟ المرأة الذكية ما تتصادم، لكن تتكلم بالمعارض بما يهواه زوجها، لكن هي لها قصد آخر في هذا الكلام، فهي تكون إيش؟ خلاص، يعني الكلام اللي يحتمل معنيين احنا هنا هذا اللي نستخدمه من اجل هذه العلاقه او المحافظه عليها. طبعا الهدف هو ان انا احافظ وليس ادلس واغش واكذب على الطرف الاخر. وهذه هي الاشكاليه، يعني عدم الفهم سلاح ذا كيف استخدمه بطريقه صحيحه، بحيث انه انا علاقتي اليوم بالله سبحانه وتعالى ما تتاثر، ما في داعي احافظ على علاقتي بالناس من خلال استخدام ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي يؤلف بين القلوب اساسا يعني. فهنا لازم يكون في المؤمن يعني عنده الذكاء هذا، نشوف فين التجاره الرابحه. نعم، التجاره الرابحه مع الله سبحانه وتعالى وليست مع البشر في هذه الجوانب. تمام. طيب أستاذة خديجة، هل بتختلف أسباب كذب الزوجة على زوجها عن أسباب كذب الزوج على زوجته؟ كل واحد فيهم له أسباب مختلفة اللي بتدفعه للكذب، ولا الاتنين بيشتركوا في نفس الأسباب؟ المرأة يتهيألي بتكذب أول شيء الخوف. أول شيء يحرك المرأة في مواضيع الكذب هو الخوف، لأنه هي دائما تشوف نفسها أنه هي ضعيفة، وهي ضعيفة بس مو ضعيفة يعني ما عندها حيلة، لا، لأنه جهلها يعني، فضعفها هذا وخوفها من أنها تنكشف وأنها تتعرض للاحتقار أو الامتهان أو الأذى أو الرفض أو إلى آخره، يضطرها أنه تكذب. الرجل يمكن يكذب يتهيألي من ناحية القوة، يعني أنه ما تصادر حريته أكثر، لأنه ما في داعي للإزعاج، فأنا ما أبغى أحد يزعجني، ما أبغى يضايقني، ما أبغى أحد يعرف إيش أسوي وإيش ما أسوي، فهنا من أجل مصالحه هو. طيب عكس المرأة يمكن اللي يحركها مو مصالحها، يحركها مصالح الجميع، فتضطر هنا تكذب. فدائما احنا بنقول المرأة يعني تبدأ القصة هي بكذب من خوفا، يعني درء الأذى عنها، طيب، وحتى ما تتعرض لما بعد الأحداث هذه كلها، فتضطر انها تكذب وتريح نفسها. لكن عكس الرجل يكذب من قوة وليس من ضعف وليس من خوف ولا من أي شيء، إنما أخذ راحتي وخلاص، يعني ما في داعي أصدق. كمان استعراض للقوة أمام الرجال الآخرين، يعني أقدر أكذب بطريقة ذكية جدا بحيث إنه ما حد يقدر يكشفني، طبعا استعراض قوة. فهنا دائما نقول إحنا الرجال إذا كذبوا يكذبوا من قوة، ودائما الرجل يغلف الكذب حقه تبعه ايش هو؟ انا مش عاوزك تزعلي، يعني ما ابغاك تزعلي، يعني هذا مو اللي يحرك. طبعا ما يعني هذه فقط عباره يعني لاسكات المراه، ولكن ما يحركه هو انه انا حر يعني، فحكذب مش فقط. طيب بيقال ان الزوج بالاخص طالما بدأ يكذب على زوجته يبقى بالتأكيد انه بيكذب علشان يخفي بعض العلاقات اللي لو عرفتها زوجته هتبدأ تزعل جدا ويحصل مشاكل كبيرة. هل في ارتباط وثيق ولو بنسبة ما بين كذب الزوج وما بين إقامته لبعض العلاقات اللي لو عرفتها الزوجة هتزعل جدا وهتتضايق جدا، طبعا يعني قبلها يعني تغضب الله سبحانه وتعالى، وتبدأ الزوجة من بعدها تزعل وتاخد موقف كبير؟ في رابط ما بين الاثنين؟
هو إذا حددنا الموضوع في هذا الجانب أكيد حيكون فيه، بس هو اللي يحرك الرجل إحنا قلنا أشياء كثيرة جدا، مصالح. طيب إذا كان هو علاقات خارج نطاق الزواج طبعا هو كذا ارتكب أساسا حرام يعني، فبالتالي سبحان الله كل حرام يجيب معاه حرام آخر. يعني ليش؟ لأنه قلنا إحنا كل شيء يحتاج له شيء يغطيه، كل يعني السيئات تسحب بعضها والحسنات تسحب بعضها في هذا الجانب. بس اليوم لما نيجي نبغى نقول كل رجل بيكذب عشان يخفي علاقات، لا ما نقدر نعمم بهذا الشكل. يعني بعض الأحيان الرجل ممكن يكذب حتى يحافظ على زواجه. طيب احنا طبعا اذا اعتبرنا انه اللي بيقولوا اصلا مو كذب، اذا اعتبرنا اللي بيقولوا هو معاريض فقط، او انه من قصد انه يحافظ فيه، يعني الكذبة نفسها غير مضرة حقيقة، وليس يعني من جهته فقط، لا حقيقة هي غير مضرة. يعني لأنه هو فقط من أجل أنه يعرف مثلا طبع زوجته حار مثلا، أو تغضب من أمر ما، والأمر ده لا يقدم ولا يؤخر يعني بيكتشف طباعها. ايوه بيكتشف طبعا، فبالتالي يعني يقول ما في داعي للازعاج هذا كله، فبالتالي بيخفي الحقيقه اللي اصلا ما لها داعي فيها. هذا شغل فيه. النساء اصلا متسلطات في طبعهم وسلوكهم، ويصيروا محققات ويدققوا مره بالظبط. رايح فين، جاي منين، مين معاك، الساعه كام، افتح لي الكاميرا اشوفك، انا مش مصدقه انت في المكان الفلاني. فلما بتضغط عليه زياده عن اللزوم بتضطروا انه يقول لها كلام مش صحيح. فهنا طبعا هو ده اللي بيحرك الرجل، بعض الرجال طبعا مش كلهم يعني. فهنا الدافع وراء الكذب احنا قلنا اسباب كثيره جدا زي ما ذكرنا، قلنا واحده منها هو الخوف انه العلاقه تتاثر او المصالح تتاثر او يحركه. ونفس الشيء المراه، بس المراه والرجل في طريقه اظهار الكذب او ممارسته تختلف هنا. طبعا احنا نرجع نقول اليوم لما نبغى نتكلم عن موضوع او سلوك الكذب الموجود الان، لازم نعرف انه صار في خلل في المفهوم. يعني المفهوم ده ما هو واضح عند الناس وليس مرتبط، اصبح غير مرتبط. فاصبح انه الشائع الكذب هو ذا الشطاره، النساء بيعلموا بعض هذه الفنيات والرجال بيعلموا بعض هذه الفنيات، وصار في الفنيات في الكذب. يعني لدرجه ان الواحد يحتار حتى انه يعني كيف الواحد يبغى يطلع اساسا انه هذا كذب. في بعض الناس بيقولوا ايه من طريقه الكذب، يعني بيطلقوا عليها ان مثلا الشيطان الحيلة دي ما تعديش على الشيطان. انت ازاي عرفت تفكر في كذبة زي كده، او انت ازاي فكرتي في حيلة زي كده؟ ده انت الشيطان يعني في هزارهم مع بعض يقول لها ده يضرب لك تعظيم سلام، ده انت ما شاء الله عليكي يعني ما حصلتيش. هذه المسخرة يعني والسخرية اللي بتصير في الموضوع ده كله. لأنه أصل العلاقة أستاذة ندى إذا ربطت بالله سبحانه وتعالى، وإن إحنا نعيش ضمن العلاقات أو السلوكيات والممارسات التي أمر الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي ترضي الله سبحانه وتعالى، بدون ما نجتهد اجتهاد يدخل نفس الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، هتلاقي إنه العلاقة أساسا هي محفوظة بإذن الله تعالى. طيب الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعتقد الرجل والمرأة أنه لما يمارسوا زي كذا هم بيحافظوا على علاقتهم، هم بيعتقدوا كذا، لكن الحقيقة أنه من يوم ما يمارسوا شيء يغضب الله سبحانه وتعالى هي علاقتهم تبدأ تتآكل فقط، مش أكثر من كذا يعني. طيب الله سبحانه وتعالى قال يعني الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. فاللي يستمروا في علاقة اثنينهم بيكونوا يمارسوا نفس السلوك، إما صدقا وإما كذبا. لا يمكن زوج وزوجة واحد صادق وواحد كاذب يستمروا في هذا الزواج، لا يمكن. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيتولى الصالحين. طيب الله ولي الذين آمنوا، والإيمان يستلزم أن يكون إنسان صادق أساسا، يعني لا يكذب. فما في مجال يعني. عشان كذا لما تشوفي اضطراب بين اثنين في علاقة ابحثي عن كذب في هذه العلاقة، في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، في ممارسة حياتهم، هل هم منضبطين بالحكم الشرعي في السر والعلن، وليس في العلن فقط أمام بعضهم البعض، لا حتى بينهم بين أنفسهم، لأن الله مطلع عليهم. لأن كل ما اقتربوا من الله سبحانه وتعالى علاقتهم حتصير قوية. كل ما واحد فيهم ابتعد راح تضطرب دي العلاقة، وراح يصير في تصادم، وراح يصير في انفصال. لا يمكن أن يكتمل يعني مشوار علاقة الزواج ولا صداقة ولا صحبة ولا أي شكل من أشكال في واحد يكذب وواحد صادق، ما في مجال، لأنه ما يتشابهوا أساسا يعني.
تمام. طيب الحقيقة يا أستاذة خديجة الموضوع مهم جدًا وما زال معانا محاور كتير محتاجين إن إحنا نتكلم فيها مع حضرتِك، ولكن انتهت حلقة قوارير اليوم، ولكن إن شاء الله على وعد إن إحنا نستكمل هذا الموضوع في حلقة أخرى. باشكرِك جزيل الشكر فضيلة الأستاذة خديجة برهان المستشار الأسري والlife coach على وجودِك معانا، شرفتينا ونورتينا، والشكر موصول لكل متابعين برنامج قوارير وشبكة سلام الإعلامية، وبإذن الله على وعد نستكمل موضوعنا الكذب بين الزوجين في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.